في نوعيات من الرجالة تحس إنهم هُبل، مش هُبل، تحس إنهم يعني إيه، زي ما تقولوا إيه، يعني بالبلدي كده يا جماعة عندنا باللغة المصرية يقول لك: "يا عم أنت مختوم على قفاك." يقول لك كده، في نوعية من الرجالة كده والله، والله بجد والله. لإن قصة النهارده أو جريمة النهارده يعني دي لواحد مش هنقول عليه ساذج، إزاي في زماننا ده وفي أشخاص زي دي؟ بجد والله. وهتعرفوا النهارده في الجريمة دي ليه أنا باقول واحد ساذج أو واحد مختوم على قفاه يعني. بس قبل ما نقولها يا ريت نشترك في القناة، اللي يعجبه المحتوى نقدمه وفعل زر الجرس، وأسألكم لايك بقى، لايك دعما لينا، ونبدأ على طول عشان ما نضيعش وقتكم يعني. الحكاية بدأت لشخص أو راجل شاب تلاتيني مية مية، ويعني الحياة ماشية معاه حلو وشغال وبتاع ومش عارف ايه، وهو عازب مش متجوز ولا أي حاجة. فالمهم فهو كان شغال في محل، فكان المحل ده يعني عطارة وحاجات زي كده وبتاع، فأغلبية اللي كانوا بيجيله نسوان يعني حريم، ستات بالبلدي كده. فجات له واحدة من ضمن اللي كانوا بيقولوه، فإيه الواحدة دي كانت منفصلة يعني، فكلمتين في كلمتين في مرة، فهو بصراحة أعجب بيها أوي، وهي كانت حلوة بقى. عارفين انتوا في الستات اللي هي إيه، الأخضر الأصفر يعني الحاجات اللي هي عايقة يعني. بس فإيه، فكلمتين بتاع ومش عارف إيه، فهي لقيته بقى إيه، واد كده شاب وجنتل وبتاع ومش عارف إيه، وكانوا الاتنين سن واحد يعني الاتنين قريبين من بعض قوي، في وش سنة تقريبا. بس والتانية كانت منفصلة والراجل واخد من الولد كان كبير فخده، وهي بقى يعتبر عايشة إيه لوحدها، والحياة ماشية وبتاع ومش عارف إيه. فنشأت بينهم إيه، كلمتين وعلاقة وحاجة زي كده. هي كانت على قدها يعني، هي كانت العملية معاها بالزق يعني. بس فهي مرة في مرة فإيه، هو ما كان عازب بقى، فمشيت علاقة فاتبهر بقى وعاش حياته. وهي طبعا عارفة الليلة وعارفة الدنيا اللي فيها ايه وعارفة الحكاية وعارفة فالمهم هو كان شغال يعتبر ماسك المحل كبير، وهو يعتبر مسؤول عنه يعني باشا يعني. فمرة في مرة بقت تقول له، بقى يجيب لها حاجات، بقى يجيب لها الحاجات اللي مثلا طارة على حسابه ببلاش. مرة في مرة مش عارف ايه، علاقات طورت، حبها قوي بتاع. هو كان ابن ناس يعني، هو كان ليه عيلة برضه، ليه أهل برضه، ليه ناس كده. فالمهم راح مش عارف ايه، انا عايز كذا كذا كذا، وفي واحدة عايز ارتبط بيها، مين يا ابني ومش مين يا ابني بتاع. والله واحد اتنين تلاتة اربعة. انت اتجننت، انت اهبل. كان ليه اخوه بقى التاني، اخوه ايه كان ادرج شوية يعني، ايه يعني لافف شوية. انت عبيط يا ابني، انت مش عارف مين دي، انت اتجننت، انت عايز تاخد مين، ده هبل، ده معروفة يا ابني، انت هبل. المهم الولا مسمعش الكلام اهله وصمم ومش عارف ايه وبتاع. طبعا اهله اتجننوا، فطبعا جه اخوها وكان والده متوفي، فجاء اخوها وامها يعني وامه يعني، فراحوا لها انت كذا وانت مش عارف ايه. انا ما قلتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا ماليش دعوه، انا ماليش فيه، ده هو اللي مش عارف ايه، ده هو اللي كذا، ده هو. المهم قولي له يبعد ومش قولي له يبعد وبتاع، لان مش هنسمح لك انك كذا وبتاع. الست خدتها زي، او الست خدتها زي ايه، نظام عند. فقلت لهم انا حره واللي عندكم اعملوه وانا كذا، ولو جه يتقدم انا هرتبط مفيش مشكله وحاجه زي كده وبتاع ومش عارف ايه. فالمهم يا ابني يهديك، يا ابني يرضيك، يا ابني مش عارف ايه كذا. وقد كان غصب عليهم وخدها غصب عنهم وعداهم. وجه حتى اللي جه قام جاي مأجر، هو كان عنده شقته في بيته، جه أجر شقة بره وساب لهم الشقة وبتاع ومش عارف ايه. فالمهم اتجوزها. فالمهم اتجوزها، قعد بقى ايه فترة شهرين تلاتة بتوع ايه دلع الجواز والحاجات زي كده وبتاع ومش عارف ايه. فابتدت بقى ايه تشتغل له، تقول له ايه، ده ما فيش فلوس، ده عايزين كذا، ده انت ما جبتليش حتة دهب، ده انت مش عارف ايه، ده انت. فابتدى يعمل ويجيب من اللي محوشه، وكان محوش فلوس خلصها وكان كذا وكان كذا. فابتدى ايه، ابتدت فتقول له انت ليك ورث، فين ورثك من ابوك، روح خده، روح مش عارف ايه. فابتدى الموضوع ابتدى نفس الموضوع كده. اتاري هي
بتبتزه او حاجه زي كده، وهي على علاقه مع واحد تاني اللي هو بقى يعتبر، سوري يعني يا جماعه انا اسف في اللفظ، بس احنا يعني دي الطريقه الدارجه اللي هنتكلم بيها، العنتيل بتاعها اللي هي ما تقدرش تستغنى عنه، اللي هي افيونتها زي ما بيقولوا كده، اللي هي بقى من الاخر ما بتحسش انها ست الا معاه. بس فايه طبعا هي كانت بتاخد ده كله معاه على طول وبتاع، وده غلبان مش عارف اي حاجه في البطيخ زي ما بيقولوا كده. فطبعا هي طبعا عايزه ايه، تقرص على اهلك والورث وانت ليك حق، وعايزين حق ده لينا احنا وبتاع ومش عارف ايه وكذا ولو جالنا ابن ولا حاجه لازم مش عارف. فطبعا وقد كان راح واتخانق مع اهله خناقه كبيره، واخوه الكبير لدرجه ان مسك في اخوه الكبير وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، وازاي يا ابني وانا عايز ورثي وانا مش عارف ايه وانا كذا وانا كذا. وقد كان قام جاي بايع شقته بحته اللي هو بايع اخوه، جمعوا من بعض اخواته البنات معاه هو، مع حتى جواز اخواته البنات اللي عشان يجمعوا عشان نصيبه ما يبقوش لحد، فاشتروا منه نصيبه في حته الارض وفي الشقه كمان. بس وخدوا راحوا خد الفلوس وراح طبعا وبتاع مش عارف ايه، وانا جبت وانا مش عارف ايه. فطبعا خدته شهر ولا شهرين كده وبتاع ومش عارف ايه فلوس، وجاب لها ذهب وجاب لها مش عارف ايه وهكذا وبتاع، واداها فلوس كتير. وبقت ايه هو يعني هي مظبطاه، هي عرفت بقى، هي عرفت ايه، هي عرفت التلايه بتاعته فين، او عرفت المغزى بتاعته فين، او عرفت ضعفه فين، فبتلعب عليه بس. فيوم من الايام ليه واحد صاحبه احد الاوضاع، طبعا كله عارف وكله مش قابل الوضع لان كله عارف ان الولايه دي مش تمام يعني. بس فجي واحد صاحبه بقول له على فكره انا كنت متردد ان اقول لك، بس عشان ما العيش والملح اللي احنا واكلينه سوا، ابقى راقب مراتك. قال له ليه مش ليه؟ قال له بس ابقى راقب مراتك في كذا وفي كذا بس. فالمهم فعلا خد الكلمه، والأول مرة جت بتقول له كذا ابتدى يفكر فيها بطريقة تانية، ابتدى يفكر فيها بإنها بتروح فين أو بتيجي منين أو بتاع. فقد كان هو طبعا بيروح الشغل، وهي طبعا بتنزل تعيش بقى حياتها أو بتقعد أو كذا أو ده بيجي لها أو ده. وقد كان هو نزل الشغل من هنا، فابتدى الأول إيه يجي يراقبها وهي نازلة وهي رايحة وبتاع. هي فعلا كانت بتروح تقعد مع دي وتروح تقعد مع دي وبتاع. فشك ان في بتروح كانت بتكلم واحد، يعني هي زي ما تقول قاعده مع صاحبتها وده شخص معاهم، يعني ده واحد معاهم. فابتدى يراقبهم وابتدى الوضعيه حاجه زي كده، فالموضوع اتطور اكتر وبتاع مش عارف ايه. فابتدى بقى يخطط. فجه في مره قال لها انا ايه، انا هسافر هجيب مع الراجل بضاعه نسافر الصعيد نجيب بضاعه للعطاره وحاجات زي كده، وانا هغيب يوم بليله او ممكن يومين او حاجه زي كده، توصل بالسلامه حاجه زي كده. طبعا هو ما راحش ولا اي حاجه وبتاع. فجه طبعا استنى وفضل مركز ومراقب ووضعيه البيت وحاجه زي كده بتاع. واول ما ايه فبص لقى الراجل ده جاي، فجه فقعد بتاع حوالي نص ساعه كده ولا ساعه بره، قام جاي داخل. فدخل طبعا لقى الراجل ولقاها فطنوا مع بعض وبتاع والحاجات زي كده. فما حسش بنفسه غير الراجل اول ايه مسكه، قعد يضربه شويه يضربه شويه يضربه شويه بتاع، هرب حتى جري عريان حاجه زي كده. وتقريبا الناس مسكوه بره، الناس اللي في المنطقه مسكوه. وجاي هي بقى ايه الناس لسه بيجوا او لسه وحاجه زي كده، كان السر الالهي طلع كان خنقها، فخنقها وخلص عليها يعني نهائي. والمفاجأة يا جماعة، والمفاجأة يعني دي آخر حاجة كده في القضية، لأن أنا أحب إيه نقول كل حاجة بواقعيتها. إنها كانت حامل مش منه، لأ كانت حامل من الشخص العنتيل اللي إيه اللي معاه ده. فهي كانت حامل منه كمان، يعني هو قتلها وهي خانته وحملت من حد غيره وهو اللي قتلها. وطبعا خد حكم، هو ما خدش حكم كبير يعني، خد حكم مخفف بس. ودي كانت القصة ودي كانت القضية. عشان كده دايما بقول ايه يعني لما قلناها في الاول ايه يا عم انت مختوم على قفاك. ففعلا في ناس سذجه كده، يعني في ناس سذج، يعني في رجاله سذج لغايه دلوقتي بكلمتين حلوين بنظرتين بغمزتين تقع كده ولا لا. هو طب ليه يا ابني؟ هو انت ساذج ولا من قله ولا من قله مثلا الستات ولا من قله البنات؟ ما تفكر. طب انت اعجبت بحاجه اسال عليها. وبعدين كل الناس قالوا لك دي مش عارف ايه، مش معنى انت ركزت وقلت لا هي دي وهي دي وبتاع.
فده في حد ذاته شيء برضو. في نوعية من الناس زي بتقولوا ايه يعني، اللي ما يستشيرش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الأمر شورى بينكم، فلازم تشير الناس، لازم تشير أهلك، لازم تشير صحابك، حاجة زي كده. وخصوصا ان ده مش مستقبل، مش حاجة بتحصل كده هوائية، لا ده جواز وعشرة وعيشة وسمعة وشرف كمان. بس واللي وصل معانا لغاية هنا يا ريت يشترك في القناة، يا ريت يفعل زر الجرس، وأسألكم اللايك يا جماعة، وأشوفكم قصة جديدة أو جريمة جديدة، والسلام عليكم.